حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد ومبارك على الجميع. أنا هطلع أقول لكم بقى خلاصة الكلام، علشان مش هنتكلم بقى إيه في الكورة تاني. أنت النهاردة لما حضرتك تلاقي آه لاعب واخد طرد مباشر، يعني هيتوقف 3 مباريات، فتلاقيه في التشكيل النهارده، فده شيء طبيعي جدا. يعني المرة الجاية اللعيب ده أو اللعيبة اللي معاه في نفس الفرقة لو نزلت معاها خرزانة ولا عصاية وضربت الحكم ولا ضربت المساعدين ولا زعقت لحد، محدش هيحاسبهم. أنا يا جماعة عندي حصانة، حصانة ضد كل حاجة. الله يرحم لما كانت الناس بتقول والنبي يا جماعة ارفعوا الحصانة. دلوقتي في حصانة، فالفرقة دي اللعيبة انت متاح ليك أي حاجة. لما تلاقي لاعب الفيفا ومحكمة الكاس قالت عليه هارب ومغرماه فوق 100 مليون، و... وكل اللي بيعمله دوت، وغير ان هو الالفاظ اللي بيقولها، اللاعب دوت بيتكرم وبيروح حفلة فيها ناس ضحت بحياتها وارواحها عشان البلد. فهل ده مثال لواحد لو انت ابنك بيلعب كورة، او لابنك شاب او حد من ولاد الشهداء، تقول له حبيبي لما تيجي تلعب كوره وتبقى تلعب في النادي عادي جدا انك تفسخ عقدك وتهرب وتمشي، انت مالكش دعوه، حتى لو بره حكموك وقالوا انك مش كويس احنا هنا هنحميك. فده مثال للادب والاخلاق. والنادي اللي رئيسه بيعمل آه اشتراكات بتخفيضات وتسهيلات لاسر الشهداء، سواء زوجته سواء ولاده سواء والدته سواء والده سواء اخته، لا لا لا، اللي هيتكرم هذا اللاعب الهارب. لما اللاعب ده يقول لفظ وياخد 12 مباراة وقف، وتيجي حضرتك تقول اصل هو قدم تظلم والتظلم بيوقف الوقف اللي هو واخده، لا حضرتك لما جه لاعب الزمالك حصل كده، حضرتك طلعت سيادة المستشار اللي ماسك لجنة التظلمات قال انه التظلم ما يوقفش الحكم اللي احنا قلناه. طب حضرتك منين هنا كده ومنين هنا كده؟ لا، انت شايف ان اللفظ ده لفظ عادي لدرجة انه بقى هتاف جماعي في كل المباريات اللي اللاعب ده مشترك فيها. فحضرتك كده لما ابنك ان شاء الله يجي يعمل حاجة غلط وتقول له انت عملت غلط، ويقول لك اللفظ يقول لك لا ده انا عملت صح، حضرتك طبطب عليه ويقول له برافو عليك يا حبيبي، انت شاطر انك قلت اللفظ ده. انتوا عايزين بعد كده حضراتكم لما تشوفوا كل ده بيحصل ان نادي مهما لعيبته اتوقفت ما بتتوقفش، بتنزل في التشكيل، لعيبته ضربت ما بتتعاقبش، لعيبته شتمت بتتكافئ، وانت حضرتك شايف ان ده جو رياضة حضرتك بتتكلم فيه ومستني انك تاخد بطولات؟ انتوا سمعتوا عن دوري في جيبوتي ولا الدول دي؟ احنا بقينا سابقين الناس دي بمراحل. انت عارف، انتوا عارفين، انا بس كل اللي بتكلمه انت بقى الزملكاويه بقى اللي فرحانين ومنقسمين وايه ويطلع الناس كانوا ماسكين لجان يقول لك البلد وهنطلع للنور والزمالك هيشوف طريقه الصحيح. هو كان طريقه غلط في ايه يا ابني انت وهو؟ هو حضرتك لما كنت ماسك لجنه، هو انت مش كنت من كتر اللي شفته ودقته قلت السوقه والعوامه، ولا كان حد تاني قالهم غير حضرتك؟ ده انت اللي حضرتك قلت السوقه والعوامه. ده انت حضرتك ناديك اللي انت كنت ماسكه رئيس لجنه المؤقت كان بيلعب في بطوله، حضرتك رئيس الاتحاد بتاع اللعبه لم يدعو حضرتك انك تحضر المسابقه. حضرتك عملت ايه؟ حضرتك لما كنت ماسك اللجنه ولعيبتك لما جم يتكرموا في الدوري ما دخلوش اسرهم وما دخلوش اهاليهم، مع ان في كل العالم بيخشوا وتهانوا وتوقف فلان وتوقف علان وكابتن الفرقه تهان وكابتن الفرقه توقف. حضرتك عملت حاجه؟ حضرتك ما عملتش حاجه. حضرتك بتقول احنا قعدنا مع الدوله والدوله هتصحح المسار. هي الدوله بتتدخل في قرار جمعيه عموميه؟ يعني حضرتك تقبل انك لو نجحت بجمعيه عموميه ان حضرتك تتعزل؟ اصلك اوعى هتقول لي العزل المره دي عشان كان في قضيه، لان قبلها كانوا قالوا في مخالفات. حضرتك تقبل ده؟ اما حضرتك بتقول اصل الدوله هتخش في الرياضه ليه؟ هي مالها؟ ونور ايه وضلمه ايه؟ وانتوا عملتوا ايه وانتوا موجودين؟ انتوا اللي عملتوا انقسام في الجماهير، انتوا اللي بتضحكوا على الجماهير. الجماهير شايفه خلاص بعينيها، الجماهير في كل الجروبات والصفحات بتقول لك خلاص يا جماعه، انا بقول لكم اهو انسوا الرياضه. احنا بقينا اسوأ دوري في الدوريات لكره القدم على مستوى العالم. حضرتك يا مجلس اداره نادي الزمالك، هو حضرتك دايما تقول لا وانا مش هقدر اوقف الرياضه في مصر ومصلحه البلد؟ هو مش النادي التاني 24 ساعه بيهدد؟
ده انت لاعب اتوقف كان هيهدد ويصعد للفيفا. حضرتك مش قادر تصعد وتقول ان في لاعب خد طرد مباشر 3 مباريات وبيلعب، ان في لاعب خد 12 مباراه وال 12 مباراه اتوقف وبينزل يلعب، وان لما حصل الموقف ده في لاعب عندنا اتوقف. ما تصعدوا للفيفا، هو ايه العيب؟ امال الفيفا والحاجات دي اتعملت ليه؟ اتعملت عشان اي دوله او اي فرقه لكره القدم حست ان مفيش عداله تشتكي، ما تتوقف. هي كده دي رياضه؟ انت حضرتك زعلان انك الرياضه تتوقف؟ هو انتوا حاسين ان في دوري وفي رياضه؟ هو انتوا بتسمعوا حاجه عن باقي الانديه؟ هو انتوا مش واخدين بالكم ان حتى في المنتخب انتوا بتعيبوا وبتقولوا اصل محمد صلاح بيلعب في مصر من غير نفس؟ هو انتوا شايفين ان في قيمه هو انتوا شايفين اعلام و... وصحافه مسموعه مرئيه برامج سياسيه بتتكلم عن حاجه فيها منتخب، ولا اتكلم على فرقه واحده بس، على نادي واحد بس؟ فين الناس اللي كانت بتنادي بالعداله؟ وفين الاعلامي اللي طالع يقول اصل لما النادي ده ياخد كل البطولات يبقى اكيد المنظومه كويسه؟ طب ما هو الزمالك خد الموسم اللي فات كل البطولات، ما حدش اتكلم وقال كده ليه؟ قلتوا دوري مش عارفه ايه، ودوري جايينه عشان مش سليم، ودوري حكام، ودوري ظلم، ودوري كذا. وطلعوا في القناه هناك اتهموا الدوله، واصل ده جالهم امر رئيس لجنه الحكام ان الدوري للزمالك، وانه مش عارفه ايه. ودمرتوا سمعه البلد. والراجل اللي عايش بره في قطر اللي بيشتم في الدوله كان رمز من رموزكم 24 ساعه بيشتم. هو في ايه؟ بصوا، للزملكاويه زيي انا بتفرجش، ولازم تعرف ان اللي جاي مفيش خلاص انديه ومفيش دوري ومفيش حاجه ومفيش منتخب ومفيش كده. هو النادي ده اللعيبه دي لو نزلت عملت اللي هي عايزاه مش هتتعاقب. الاعلام كله مع هذا النادي، الصحافه كلها مع هذا النادي، اتحاد الكوره كله. ما هو النهارده لما انا رئيس اتحاد الكوره يقول ما تحرجنيش مع الجمهور ده، ما هو له حق. ما هو لو عمل كده وعارف ان في حد هيعاقب الجمهور ده ما كانش قال الكلمه دي. لما النهارده الحكم اللي اداله انذار ويوقفه 3 ماتشات ويلاقيه ما توقفش، هيديله انذار تاني ليه؟ هيعمل ايه؟ انا بشوف العجب. احنا بجد يا جماعه بنشوف اللي عمر ما في دوله في العالم بتنظم رياضه، في اي نوع رياضه. يا راجل ده انت حتى السله، يا راجل ده انت واحد كان وزير سابق رايح في الاحتفال ما بيسلمش على وكيل اتحاد اللعبه علشان في مشاكل بين انا مخاصمها مش هسلم عليه. هو في كده؟ هو في ناس عندها حصانه كده؟ ده انا ما شفتش كده. ده يعني ده انا ما شفتش كده. في ايه؟ في ايه يا زملكاويه؟ انتوا مش واخدين بالكم؟ كفايه بقى الكلام اصل فلان بيقول ايه، واصل احنا اللي جبنا الورق. انتوا مش هتاخدوا حاجه لو حتى جنين رئيس. خلاص بطلوا تنقسموا. انا لو منكم انا مش هتفرج على كره قدم تاني. ما انت بتتفرج على كره قدم اسمها منافسه شريفه. هل انت شايف ان في منافسه؟ يعني انت شايف ان في عداله ومنافسه؟ وتيجي تقول لك اصل لعيبه الزمالك بتلعب من غير نفس. ليه من غير نفس ايه؟ ده انت لو لاعب زق واحد بياخد انذار، ولو توقف بيتوقف، ما حدش بينزل عقوبه من عليه. وتلاقي الاعلام ما شاء الله كله طالع اللاعب بيشتموا الصفحات ولجان يلعب بنفس ازاي؟ ونادي تاني لعيبته بتنزل عارفه انها لو ضربت لو شتمت لو اتعاقبت لو هتفت لو زعقت لو لا 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 لا, لا. انا بقول لكم اهو دي خلاصه الكلام. الفتره دي انسوا خالص الكوره، انسوا خالص الرياضه، انسوا خالص ان تبقى في عداله في الرياضه المصريه، انسوا خالص الدوري المصري اللي كله تحصيل حاصل. والله العظيم انا ما مصدقني في لاعب موقوف 3 ماتشات وهينزل النهارده يلعب في التشكيل. ده اللعيبه اللي في الفرق التانيه بتقولوا هي بتنزل قدامهم كده ليه؟ ما هو خايف يقول لك انا لو ضربت اللاعب ده انا الاعلام هيمسكني في القناه بتاعت اللي هي الحصري بتاعت الدوري، هيقعد يشتمني ويهني، والحكم هيطردني. وهم الناس خلاص معروفه. مفيش خلاص انديه شعبيه، مفيش مصري، مفيش اسماعيلي، مفيش زمالك، بيراميدز خلاص الراجل زهق وهيمشي مع استثمارات. ده في دول يعني عايشه على الاستثمار الرياضي وشراء الانديه. انت مين هنا هيجي يشتري؟ ما هو شايف. يا جماعه احنا السمعه وصلت لحد بره، يعني احنا السمعه وصلت لحد بره. فما فيش خلاص بقى. انسوا، انسوا كده ونحتفل بالعيد وننسى الرياضه. انا كل اللي كنت بقوله لكم ما تاكلوش الطعم. هم كل ما بيشوفوكوا ان انتوا بتمشوا ورا كل واحد طالع من اعضاء مجلس سابقين ورئيس لجنه سابق ولا وما عملش حاجه. يعني لما تيجي تقول لي اصله كان واخد دوري، ما هو واخد بمين؟
واخد بساسي وبن شرقي وكل اللعيبه اللي كانت المجلس كان جايبها. يا اخي حتى لو في اخطاء اقف مره قول مفيش، كفايه ظلم للزمالك مره واحده. لكن انا مش لاقيه تفسير. خلاصه الكلام، باي باي دوري مصري، باي باي رياضه اصلا، باي باي سله، وباي باي طايره، وباي باي يد، وباي باي كل حاجه. اعرف كده ان انت في الوقت ده مفيش الحاجات دي. هو بس انتوا عارفين نادي واحد يا عمي، ما هو انت يعني عادل القيعي طلع قبل كده قالها وسمعاها وشوفوها على اليوتيوب. ايوه احنا نادي الدوله، انتوا مزعلكوا ايه؟ يعني ايه نادي لا الدوله بتحمي. حضرتك بتقول كده على اساس ايه؟ انا وقتها كنت بقول هو بيقول كده على اساس هم كانوا ليه بيقولوا فوق الجميع؟ حضرتك بقى فسر كل ده وانسى الرياضه. وانا عشان كده ما كنتش عايزه اقعد اطلع اتكلم. ما هو انا ما يعني مش عارفه حبايبي الزملكاويه، عيد مبارك. وانسى، اقف بس ورا الحق في ناديك. بين لهم ولو لمره واحده انك مش منقسم، وبين لهم لمره واحده انك قوه واحده ويد واحده. لكن كوره ما تتفرجش خلاص، هي محسومه يعني، هي حتى باينه. فخلاص يا جماعه يعني، يعني ربنا بقى هو اللي من عنده بقى يعني هو بقى ربنا الوحيد اللي احنا طبعا بندعي دايما ربنا. بس خلاص قولوا يا رب بس، وخليكوا ايد واحده. بطلوا شتيمه، وبطلوا هجوم، وبطلوا انقسامات، وبطلوا اعضاء سابقين هم السبب. انتوا السبب، انتوا السبب، انتوا اللي خليتونا ضعاف، انتوا السبب. مفيش واحد فيكم طلع قال ايه يا اخويا؟ بدل ما تقعد تتكلم على المجلس واحنا هنشوف النور، اطلع اعترض حتى. طب حتى قول حاجه تخلينا نقول ان انت والله ده انت زملكاوي بجد. اطلع قول ايه اللي بيحصل ده. اطلع قول ليه الشناوي بيلعب. اطلع قول ليه اللاعب ده توقف 12 مباراه بيلعب. ايه اللاعب ده ليه واقف في تكريم اللاعب ده يعني اطلعوا قولوا حاجه. اشفوا غليل الناس. مش طالع بتعمل بيان تقول هنطلع للنور والزمالك. الزمالك انتوا بتحلموا، انتوا بتحلموا. حبايب الزملكاويه، كل عام وانتم طيبين وعيد مبارك. ودي خلاصه الكلام. ويا رب، يا رب مفيش اقوى منك. حبايب الزملكاويه، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في احسن حال، واحلى سلام على احلى زملكاويه.